الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وتالتة ورابعة ومتكررة. وأنا بصراحة مش متذكر الحلقة دي رقم كام في لقاءاتنا على فيوتشر ميكر اللي بنتكلم فيها على إدارة المشروعات والمشروع ومدير المشروع وكل ما يتعلق به. كمان ممكن بنبقى في جزء من إدارة حياتنا. النهاردة زي ما انتم شفتوا كده في التقديمة بتاعة اللقاء، كلها تتعلق أو هنتكلم عن إزاي نقرأ. القرآن الكريم ابتدى بإقرأ، فإزاي نقرأ العقد بتاعنا، إزاي نقرأ، إزاي نشتغل. في البداية بتاخدني الكلام وبدخل دايما على الموضوع على طول وبنسى حاجتين مهمين جدا. أول حاجة، أهنيكم بعيد الأضحى، كل سنة وانتم طيبين. احنا قدامنا أيام تقريبا 6 أيام وتبقى وقفة عرفات، كل سنة وانتم طيبين. النقطة التانية، أطمن دايما على الصوت منكم. الزملاء القدام بقى عارفين التيمة بتاعت الصوت، لو الصوت اوريدي وصلكم بشكل كويس، صوت والصورة، نكتب واحد. اوكي، كده الصوت كويس والصورة كويسة. ممتاز جدا، ممتاز. النهاردة هنتكلم عن قرايتنا العقد. آه قد يكون معانا زملاء أول مرة يشوفوني. أنا تسمحوا لي دائما بحاول أعرف نفسي دائما في اللقاءات اللايف الشهرية سريعا جدا. يمكن معانا ناس كتير جدا قديمة، اللي هي كتبت، كل الناس اللي كتبت وحيد دي كلها قديمة أنا متأكد، موجودين في أسرة فيوتشر ميكر اللي بنتكون فيها بقالنا، يمكن دخلنا على السنة الرابعة النهاردة. تمام. سريعا، أنا اسمي المهندس زياد أبو فتوح، أنا مهندس مدني مصري، خريج دفعة 91 من هندسة عين شمس. كمهندس مدني طبعا ابتديت بالتنفيذ وبعدين تدرجت واشتغلت في حاجات كتير قوي عشان لا أطيل عليكم. ما بين تنفيذ، مكتب فني، procurement بلاننج، كوست، حاجات كتير متنوعة، وترتيب كمان في التايتلز كتير. لغاية دلوقتي أنا بعمل في إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مصر في تايتل مدير الإدارة الفنية. تمام. نرجع للعقد بقى. إحنا لازم نقرأ العقد كويس. موضوعنا النهاردة قراية العقد. زي ما شفتوا كده في التقديمة، هقول لك بقى اقعد اقرا بتأني وسريعا ورتب واعمل. لا، عايزين نفكر بطريقة عملية بحيث ندخل جوه الملعب على طول. ماشي، لأن اللي بيحصل إيه في شركات المقاولات؟ آه، بتكون داخل مناقصة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وبتفوز بواحدة. أول ما بتفوز في واحدة، الشركة بتبتدي تفكر في التيم اللي هيبتدي يشتغل هذا المشروع. مين التيم؟ أوله على راسه مدير المشروع، اللي احنا النهاردة هنقعد على الكرسي بتاعه ونبص للعقد نشوف لما نقرأ التفاصيل نقرأ إيه. إيه اللي موجود جوه العقد لازم نطلعه، إيه اللي موجود بره العقد لازم نجيبه وندخله معانا جوه العقد. خلينا ما نطولش، نفتح على طول البرزنتيشن. النهارده البرزنتيشن هيبقى فيها حاجات تاريخيه وحاجات دمها خفيف، يعني عندكم استعداد؟ قولوا لي اه. ها، زي ما اخترنا كده عنوان اللقاء، قلنا فك شفره العقود الهندسيه. كلنا فاهمين يعني ايه شفره، ان انت بتقول كلام معين او كلام يبدو طبيعي، يبدو سيمبل، وبعدين بتستخرج منه بعض العناصر تعيد تركيبها تاني، تديك معنى تاني خفي انا ما كنتش عايز غير اوصله ليك، انت مش عايزه يظهر للعالم. وانا بحضر للبرزنتيشن دي وجت الصوره دي عجبتني جدا، يعني خلوني كده في ثواني اقول لكم فكرتها ايه. مش انا اللي عاملها دي، انا واخدها زي ما هي كده، بس قعدت افكر فيها شويه. لقيت ان كلمه شفره، شين ف ر ت مربوطه، ربطوها باللوك بتاع القفل، بينما خد الف بس وحط معاها الكاف بيتفك ربطها بمفتاح القفل. فبصراحه اللي حط التصور ده، يعني انا شايف ان هو خياله واسع في نفس الوقت ايه، فنان، يعني قادر يربط معاني بطريقه سيمبل جدا، يوصل لنا المعنى للي هيتعمق في الصوره يمسك يبص فيه. فاحنا هنفك الشفره هنا، وهنفك، او معنى صح، هنفك شفره العقود الهندسيه اللي المدير ده بيمضي دلوقتي على العقد. لازم يبقى فاهم
قرايته للعقد تكون ازاي. وحته بقى الفكاهه، آه، او التاريخ او حاجه كده، ده يعني دمها خفيف وحلوه كده. فاكرين دي؟ انا موقف دلوقتي الصوت بس لغايه ما اعرف. هو فيديو 13 ثانيه بالظبط، بس خليني كده اشغله لكم تاني. مش عارف الصوت ظهر ولا ما ظهرش. امم اتنين دي معناها الصوت ما ظهرش. طيب ده طبعا دي مسلسل رأفت الهجان، ودول رجال المخابرات اللي بيعلموه يعمل ايه. يفك الشفره. الفيديو 13 ثانيه، في طريقه لفك الشفره كده، جاست هايلايت. طيب خلينا نخش على اللقاء بتاعنا عشان ما نضيعش الوقت، وبعدين نرجع تاني نشوف الراجل ده فك الشفره ازاي وتعلمها ازاي، وهل هنعرف نعكس ده على عقودنا ولا مش هنعرف نفك الشفره. طيب كالعاده بنشوف الكونتنت بتاعنا النهارده. النهارده هنتكلم على 5 نقاط. مبدئيا مقدمة هامة للفكرة الأساسية بتاعت هنقرأ العقد إزاي. 2 هنبحث عن إيه في العقد، إيه اللي هندور عليه في العقد. طب هنبحث عن إيه خارج العقد متعلق بالعقد بتاعنا. طب هنوصل الخيوط ما بين الاتنين إزاي عشان نعرف نشوف بيك بيكتشر تساعدنا على التنظيم. ولنا كلمة أخيرة في الموضوع كله. مبدئيا مقدمة في عقد المشروع. عايزين ندور على الحلقتين دول، اللي هنبحث عنه خارج العقد واللي هنبحث عنه جوه العقد. ولازم كده الاتجاهات بتاعت الاسهم ولا الصواريخ ولا القنابل اللي في الصوره دي تكون داخله بشكل متناسق. طب ايه اللي هيربط بينهم؟ الربط بينهم هينور الطريق ده شويه. اللمضه دي هتجيب لك الخيوط ما بين الاتنين دول اتجهوا اتجاه واحد اهو. هتنور لك الحته دي بشكل عميق شويه، تخليك تفكر بشكل اكثر عمقا، تعرف تنظم تفكيرك في إدارة عقدك إزاي. أنت دلوقتي مدير مشروع، قاعد على كرسي مدير المشروع، كلفت إنك تدير مشروع هندسي من قبل شركة المقاولات بتاعتك طبعا. يدوك المستندات. مبروك يا معلم. يلا، هتعمل إيه؟ هتدور على الخيوط وتشوف تربط بينها إزاي. طيب أول حاجة، غالبا الحاجات اللي احنا هنبحث عنها جوه العقد دي اغلبكم عارفها وبيسعى ليها وبيشتغل عليها. بس خلونا نراجعها كده نقطة نقطة عشان نستقرئ ايه من جواها، نقدر يخلينا نفكر في ليفل تاني. طبيعي اي عقد ليه موضوع. يعني ايه موضوع؟ موضوع العقد بيبقى عبارة عن ايه؟ انشاء مثلا مبنى جديد، وارد. رفع كفاءة مبنى موجود، وارد. طيب جزء من مشروع كبير، وارد. طيب في ممكن نستكمل مشروع قديم كان في جهة بتنفذه وما وفقتش فيه واحنا بنكمله، وارد. هنقف كده؟ لا، خلينا نفكر قدام شوية. ده مشروع جديد، حلو. مشروع مدرسة ولا مشروع مصنع ولا مشروع كومباوند فيلات؟ ايه الفرق؟ المدرسه لها حاجه محدده لازم تفتح قبلها، ميعاد مقدس. الحج بعد 6 ايام، لو كان في حاجه في تفاصيل في الحرم لازم تخلص قبلها، ميعاد مش هنقدر نعديه. يبقى اهميه وفكري في ترتيب المشروع ده كلمه مواعيد قاتله. كلمه مواعيد قاتله. طيب رفع كفاءه، مبنى قائم وبرفع الكفاءه. فين الدرايف اكتيفيتي بتاعي؟ فين الحته المهمه قوي لازم اعملها اول مره؟ لازم افكر فيه ان انا اشوف حاله المبنى القديمه دي شكلها ايه. انا هرفع كفاءته في ورق وفي عقد وفي شروط وفي كلام من ده، وممكن اكون عينت كمان وانا بدرس، ولكن مش معاينه تفصيليه دقيقه. تمام. طيب ناخد ايه تاني؟ طب اذا افترضنا المشروع ده جزء من مشروع كبير، طب لازم تفكر الجزء ده متعلق بانهي اكتيفيتي حواليك مش بتاعتك، متعلق بشركات تانية واخده نشاطات تانية، الكونكشن بتاعهم ايه.
انت هتيجي في لحظه ما ويبقى في اي كونكشن ده مسؤوليتك، مسؤوليته، حجمه ايه، ظروفه ايه، وقته، كل ده من كلمه موضوع العقد. طب انا بستكمل مشروع قديم كان فيه مقاول اشتغل عليه ومشي ما كملوش، لازم ادور على حته كده تاريخيه، هو مشي ليه؟ يعني ايه السبب اللي خلاه ما يكملش؟ هل الملك متعثر ما بيدفعش مثلا، ولا المقاول امكانياته قليله، ولا ايه؟ لازم تدور. طبعا لو قعدنا نسرد تفاصيل كتيره جدا، بس انا عايز احط في دماغك الفكر اللي تفكر بيه. طب النقطه الثانيه، اطراف العقد مين؟ هتقولي طبيعي، ما هو اي عقد بيبقى فيه الأطراف بيبقوا ممثلين ومكتوبين في أول العقد ده، طرف أول فلان، أو الشركة الفلانية يمثلها فلان والشركة التانية يمثلها فلان. أحيانا العقد بيبقى فيه أكتر من طرف على فكرة، بس إذا افترضنا طرفين. طب إيه اللي يجي في ذهنك؟ أنا دلوقتي عامل مع مالك فلان، مع شركة إكس من الملاك، لازم كده أول حاجة تيجي في بالك إيه؟ أنت علاقاتك وتاريخك معاها إيه؟ مين يعرف مين في الشركة دي؟ الشركة دي سمعتها إيه؟ سمعتها دقة، سمعتها بتاخد بتأخر المستحقات، سمعتها متشددة في حاجات معينة، وات ايفر. ايه تفكيرك ده بيجنبك ايه؟ جنبك مشاكل كتير. حط بس خلفية بيز، احنا لسه بندور. طيب لو قلنا اطراف العقد دي انت تمثل طرف فيها، هل في العقد او في ذهنك عشان ترتب الليلة دي تمثيل لهيكل المشروع؟ احيانا العقد يقول لك ايه، احنا محتاجين مدير مشروع خبرة 25 سنة يساعده مدير تنفيذ خبرة 20 سنة، وبيكتب لك تفاصيل خبرة بكذا كذا 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 كذا. الهيكل متكون من واحد اتنين تلاتة، مدير السيفتي فيه لأنه ممكن يكون مشروع في نسبة مخاطرة عالية، لازم يبقى عنده شهادات كذا وخبراته كذا وهكذا. وانت بتقرا كده لازم تبقى حاطط في دماغك، طب مين هيساعدني في الليلة بتاعت هيكل المشروع ده؟ ممكن انتقي مين من الشركة عندي ابتدي ارشحه او ابتدي اطلبه يكمل معايا المشروع؟ كل ده وانت لسه بتقرا عقدك. طب العقد فيه ايه كمان؟ هو العقد ده هيطلع ايه؟ ده غير موضوع. هيطلع ايه؟ فيلات، مصنع، طريق، كوبري؟ لازم نبقى فاهمين المخرجات. طب فاهمينها ليه المخرجات؟ انتوا الاول عارفين اللي هو سكوب العمل معناه ايه، او التعريف بتاعه ايه في البي ام اي، معهد اداره المشروعات الامريكي اللي بيدي شهاده البي ام في الاشهر طبعا عالميا اللي كل الناس عايزه تجري تاخدها، وانا ليا كومنت عليها بس مش مهم دلوقتي، يعني مش موضوعنا. السكوب شرحه ايه؟ بيقول لك هو كل الأنشطة الواجب تنفيذها لضمان نجاح المشروع. حط كلمة نجاح خط، مش إنهاء المشروع، لضمان نجاح المشروع وبس وفقط. كل الأنشطة اللازم تنفيذها لضمان نجاح المشروع. فقط هنا عملت ايه وكرر ليه الجملتين؟ ليه ربط بينهم بفقط؟ لسه في اول اللقاء كنا بنقول ايه، في حاجات بره العقد وحاجات جوه العقد، ولازم نربط بينها. فقط هنا هو اللي ربطها لك ليه؟ عشان ما تعملش حاجات زياده، ما تعملش حاجات مش بتاعتك، وتبقى فاهم قوي الحاجات اللي ضروري تعملها. كل ده ليه؟ عشان تخلص المشروع؟ لا، عشان المشروع ينجح. فالسكوب ده بيجي مخرجات بس، ولا بيجي مخرجات تحت شروط معينة، مواصفات وأكواد، وكمان في كونسترين بس هنتكلم عليها كمان شوية، اللي هي التايم والكوست والجودة لكن في الآخر مخرج ليه مواصفات معينة، ليه كارتيريا في التنفيذ، ليه كارتيريا في التسليم، عشان تبقى شايف السكوب صح، تقدر تقدر له بعد كده كل حاجة. ايه المختلف في ده؟ نروح بعد كده للمسؤوليات والصلاحيات اللي هي في كل عقد. كل طرف من اطراف العقد اللي بيبقى في عقود الكونستراكشن هي بتاعت المقاولات بيبقى مالك ومقاول، وبيبقى فيه استشاري من طرف المالك بيمثله في بعض الاجزاء، بيديله الصلاحيات وبيشير اليه في العقد. كويس. كل طرف من دول لازم يبقى فاهم ايه صلاحياته وايه مسؤولياته. طبيعي اول دخله لينا هنقول ايه؟ المقاول بينفذ، الاستشاري بيشرف على التنفيذ، والمالك بيصرف الفلوس وبيصرف على المشروع. مش دايما بتبقى دي بس، ممكن يكون في العقد ده المالك مسؤول عن توريد أجزاء معينة، بعض التوريدات، تكييفات، حاجات جاية من بره، سنسورات، وات ايفر ايه.
طب الاستشاري احيانا لو في اكتر من مقاول او شركه في نفس المشروع الكبير بيبقى مسؤول عن الكوردينيشن بينهم. دي مسؤوليه صعبه جدا على فكره. او مسؤول عن الكونكشن بتاع تسليم العمل من ده لده في بعض الاجزاء او كل الاجزاء. طيب. طب انت هتفكر برضو في حته تانية. الممثلين من عندي اللي يقدروا يلعبوا في الكونكشن دي بشكل ماهر وبشكل كفء مين؟ صفاتهم ايه؟ ما بين الصفات، ما بين ذهنك يروح للافراد كمان. طب الحقوق. ببساطه في التزامات في العقد عليك، هي مسؤولياتك والتزاماتك، وانت عايز حقك. خليني ابسط شيء. انت عشان بتنفذ بند معين بتعمل له انسبكشن ريكويست الاي ار تروح تسلمه. ده وسيله ايه؟ اثبات حقك والحصول عليه. يبقى انا كده سلمته، يبقى انا كده مشيت في الاجراءات السليمه، يبقى عايز اوصل لايه؟ لفلوسي بعد كده احطها في مستخلصاتي ومستحقاتي وهكذا. ماشي. طيب. لما اخش على الموضوع ده كده وابتدي افكر فيه، يبقى محتاج افكر ان التيم بتاعي لازم يبقى عنده آلية وسيستم انه ينفذ ده، ما يضيعش عليا حق من حقوق الشركة. مش كل التيم اللي معاك بيقرا العقد بالتفاصيل. فانت بتقدر تحط سيستم، تحط نظام بالتروس. يعني التيم كله لازم يا اخوانا نشتغل بالاي ارات بس برولز. الماتيريال اللي جايه لازم تتراجع من الاستشاري وندخلها باعتماد. كميات لازم تتحسب بالطريقه الفلانيه. اداره فريقك، عشان انت مش انت لوحدك كفرد بتدور على الحقوق اللي في العقد، لكن انت بيساعدك تيم. فلازم ترتب التيم بشكل يضمن لك ده. ده بس. الزميل اللي بيشخبط على الشاشة ده أرجوه بلاش. طيب. كمان في العقد بيبقى فيه شروط حاكمة، أهمها على الإطلاق زمن المشروع أو زمن مراحل المشروع. ممكن المشروع يبقى على كذا مرحلة بشروط ما. التكلفة السعرية. يعني إيه التكلفة السعرية؟ التكلفة السعرية اللي هي أسعار العقد. أنت السعر كمقاول، السعر اللي أنت بتاخد بيه العقد ده شامل تكلفتك ومكسبك. السعر ده يعتبر تكلفة المالك. وفي عنده تكلفة تانية بتاعة الكونكشن بتاعة الاستشاري. وفي لحظات لما المشروع بيتأخر أو يتقدم أو يبقى فيه مشاكل، بنحتار في تكلفة الاستشاري نحملها على مين. فلازم الكلام ده يبقى موجود جوه العقد وواضح عشان تبقى فاهم أنت لو اتأخرت شهر مش بس هتدفع مصاريف التيم بتاعك، أنت هتدفع مصاريف الاستشاري وعربياته وغرامات التأخير. يعني لوكش. طب كمان التغييرات، مفيش مشروع ما فيهوش تغيير. احيانا التغيير بيبقى في حدود مقبوله ومعقوله يعني مش عايزين نقول سنه الحياه سنه المشاريع. كويس. لكن لازم نبقى فاهمين او عارفين التغيير ده انا هاخده ازاي، او التغيير ده تاثيره عليا ايه. هل تغيير في الزمن مثلا؟ هل الملك اداني شغل زياده؟ ولا التغيير ده انا اتاخرت؟ ولا التغيير ده جاي من متطلبات جديده او ظروف قهريه نزلت على المشروع مش شايفينها؟ ولا التغيير ده لو كان في بعض الشروط متعلقة بالأسعار والأسعار السيادية سي مثلا بترول دولار واتيفر، هل ده تأثيره إيه على الكاش فلو وظروفه إيه؟ طيب. هاخده إزاي؟ هل في حاجة حاكمة هنا أنا ما أقدرش أتحرك إلا في نطاقها؟ أبقى شايف أنا دلوقتي مش بعترض ومش بعدل، أنا أبقى شايف أنا إيه النطاق اللي أنا اتحطيت فيه. بس كده. العقد طبعا مليان، يعني يمكن بعد حتى انا ما اخلص كل النقاط اللي انا هقولها النهارده فيما نبحث عنه جوه العقد، قد يضيف بعضكم بعض النقاط تاني. وارد طبعا. انا بس بتكلم على الجنرال اللي يخليك ازاي تفكر في جنب اللي هو ايه جوه العقد. هنطلع دلوقتي بره العقد ونشوف هنربط ما بينهم ازاي. شروط الدفع. في قيم مثلا معينه في العقد بتقول لي لما نيجي نعمل مستخلص
هل مثلا في شرط، وكان ده في احد مشاريعي انا شخصيا اشتغلت فيها بس من زمن، فانا هقول لكم رقم بسيط كده، كان بيقول العقد بيقول انك ما تقدمليش مستخلص، انت مش مستخلصك بيتقدم مره كل شهر، يكون مينيمم مليون جنيه اعمال، وليس تشوينات وليس اي توريدات تانية. فلازم انا ادخل اعمال بمليون جنيه، فيجي الاستشاري يناقشني يروح مقلل عن المليون جنيه 50,000، هوبا طار المستخلص وقف. هل انا كنت متفائل وحاطط حاجات زياده وفي النيجوشيشن نزلت، ولا هل الملك زائق انه ياخر الدنيا شويه، ولا هل دي الحقيقه الفعليه؟ فده شرط في الدفع. زمنه قد ايه؟ بعد ما بقدم مستخلصي بصرف في قد ايه؟ النسب اللي بصرف بيها قد ايه؟ نسب الاعمال الجانبيه او المساعده اللي هي التشوينات ايه؟ كل الكلام ده لازم تبقى شايفه وحاطط عينك عليه وانت بتقرا العقد. التامين والضمان الفني والمالي، هو في ضمان فني يا باشمهندس؟ اه في ضمان مالي طبعا، عارفينه الريتينشن اللي بيبقى معانا للاخر، الجزء اللي بيتشال لضمان الاعمال حسب فتره ضمانها وهي مشروطه في العقد المتعارف عليه سنه. لكن هل في عقود بتختلف الكلام ده؟ اه. هل في عقود، ونرجع هنا للضمان الفني، بيبقى في مدة ضمانات مختلفة؟ يعني يقول لك مثلا على العزل، العزل ده ضمانه 3 سنين، بقية الكونستراكشن كله سنة. هل في معدات وحاجات جاية من مستوردة للبلد ليها عقود ضمان طويلة الأجل عشان تشغيلها؟ وارد. طب حاجة تانية، العقد ده مراحل. هل لما بسلم مرحلة والملك بياخدها يبتدي يشغلها أو يدخل عليها مقاول تاني لاستكمال أي أعمال، هل ده ينهي الضمان بتاع الجزء ده بعد سنة؟ ناس هتطلع تقول لي، أو ناس هتطلع تقول لي لا أنا مش عايز لا، ولا لا أنا عايز إيه اللي في العقد. خلينا نرجع كده خطوة لورا، هي مهمة مدير المشروع إيه؟ باختصار شديد في كلمتين: تنفيذ العقد. العقد مدروس على انك تكسب كذا، لما تنفذه هتكسب كذا. العقد مدروس على انك تخلصه في مدة زمنية، لما تنفذه هتخلصه في المدة الزمنية. العقد مدروس على درجة من الكواليتي والجودة والمواصفات مكتوب فيها، تخلصه يبقى صح. العقد مدروس على انه يحقق جزء من رؤية الشركة في كسب سمعة جيدة عند العميل ده، ما تخلصه تكسب السمعه الجيده دي، طبعا تخلصه بشروطه. العقد مدروس على انك عايز تخش هذا المجال الجديد من نوعيه الاعمال، فبتبدا بدي. لما بتبدا في دي وبتنجح وبتخلص العقد، بتبقى مشيت حسب دراسته وحسب رؤيته وحسب رؤيه الشركه، فكله ده مرتبط بتنفيذ عقد. وممكن يكون عقد صغير جدا، بس هو قد يكون بدايه، قد يكون سابقه اعمال، قد يكون عايز تكسب ثقه عميل، قد يكون بقى حاجه تانية غريبه جدا، تكون عندك ستاف كفء وكويس ومفيش توفر للاعمال دلوقتي في السوق، فانت بتاخد العقد مثلا بلا اي مكسب. بيسموه كده في مصر مكيد. ليه؟ عشان التيم ده يشتغل ويتحرك والشركه تكون قائمه، واقدر ادفع مرتبات الناس، واقدر ادفع ايجارات المخازن يعني اقدر ادار الشركه ما تقفلش الشركه. تمام. حاجه اتكلمناها في التغيير من شويه، بس انا عايز اكد على تغيير الاسعار. هل انت في العقد بتاعك ده اللي انت بتقراه في اسعار ثابته طول مده العقد، ولا مثبتينها على ان العقد مبني عليها ثابته كده، لو اتغيرت في السوق بره انا بغير العقد؟ واسس التغيير ايه؟ او مش بغير العقد، بغير السعر بتاع العقد. هديكم مثال عشان ما انتوش. انا شارط او حاطط شرط ان انا بيني الاسعار بتاعه حديد التسليح اللي في العقد ده مثلا ب 40,000 جنيه. جه الستاندرد بره او المتعارف عليه بره او المثبت بره ان الحديد اتغير بقى ب 45، فانا باخد الخمسه الفرق. نزل 35، فانا باخد يعني بشيل من البند الخمسه. طب هل هي بلس وماينس، ولا احيانا تبقى بلس بس؟ بتبقى في بعض العقود كده. اسس التغيير بقى بناء على ايه؟ سعر السوق، ولا سعر مصنع معين، ولا سعر ستاندرد، ولا بنحط معادلات نقدر نحسب بيها تأثير تغيير بعض البنود على توتال المشروع او على البند؟ نفس البند، الحديد بس اللي ثمنه اتغير، ده تأثيره على بند الخرسانة المسلحة قد ايه؟ كام في المية؟ 70، 60، 80، زي ما هو مكتوب، زي ما هو محطوط، زي ما هو حصل نقاش واتفاق عليه جوه العقد، طلع الفاينل بتاعه. ايه تاني؟
الاخير بقى واخر حاجه هتكلم عليها جوه العقد اللي هي شروط الامتثال. ايه هي الامتثال دي؟ المظله اللي بتخضع التنظيم القانوني والفني والاداري للعقد ده. يعني لو حاجه فنيه، عندي الاكواد الفنيه اللي بيخضع لها هذا المشروع، هل هو كود السعودي، الكود المصري، الكود الامريكي، الرولز اللي تخضع ليها كل حاجه فنيه بتفاصيلها في المشروع ده. وممكن يبقى في اكتر من حته بتخضع لاكتر من كود، وارد وارد. مش موجوده كتير بس موجوده. غير كده، اذا حصل اختلاف في بعض مستندات التعاقد، اولويات المستندات ايه؟ دي نقطه مهمه جدا. لانك لو انت بتدرس المشروع ده في التندر وعندك اولويه مستندات وضاق عليك الوقت، بتراعي قوي دي في الجزء اللي انت بتدرسه. قال لك اولويه المستندات اللوح مش البي او كيو، يبقى وانت بتشتغل اشتغل على اللوحه. ليه؟ اذا حصل اختلاف، وده وارد، يبقى انت اشتغلت على الستاندرد الاكثر قوه، على المستند الاكثر قوه طبقا لايه؟ للاولويات بتاعت المستندات. طب القوانين، لازم في كل حاجه العقد هو عقد اتفاق. الطرفين اتفق الطرفين على تنفيذ واحد اتنين تلاته اربعه. طب اذا حصل خلاف، يعني لازم زي ما احنا بنقول ان العقد عقد اتفاق، نحط بند، وده بيبقى موجود في العقود كلها. في حاله الاختلاف يروحوا فين؟ يلتزموا بايه؟ بوثيقه العقد ولا مستنداته ولا اولوياته، ولا ببعض الاكواد اللي موجوده؟ رغم ان احنا بنتكلم على الحاجه القانونيه، بس برضو ممكن تدخل فيها الاكواد لان القانون بيحترم دي. طب القانون الحاكم ايه؟ قانون مصر، قانون السعوديه، قانون الاحوال المدنيه، قانون الاعمال، الاعمال الاداريه، وات ايفر ايه. وطريقه فض المنازعات، بنجيب طرف ثالث يفض باختيارنا، ولا بنروح المحكمه، ولا بنروح تحكيم؟ كل ده لازم تفكر فيه وانت بتقرا العقد، بأي درجة تركيز بقى، أولي، تفصيلي، بكومنتات، وات ايفر. كل ده بتلاقيه جوه العقد. طب إيه اللي بتلاقيه بره العقد؟ طب احنا مالنا ومال بره العقد؟ احنا لينا العقد يا باشا. انت لسه قايل دلوقتي بص في العقد شوف فيه ايه. لا، تعالوا نفكر كده. مخارج النطاق، احنا لسه كنا بنتكلم في جوه العقد ايه السكوب بتاعك، النقاط، ايه المخرجات، ايه الكارتيريا اللي بنفذ بيها المخرجات دي، ايه مواصفاتها عشان اديها لك. طب انا مالي بقى ومال مخارج النطاق؟ لا. احيانا هديكم مثال صغير لكن بيوضح اللي انا عايز اقوله قوي. احيانا وانت بتاخد جزء من مشروع او مشروع، بيبقى فيه التزام لتنفيذ بند بره النطاق بتاعك، فلازم تبقى عامل حسابك وتشير اليه في لوحك ومستنداتك وورقك وتعاقدك. ده برايا على مين؟ هديكم مثال، وانا تعرضت لحاجه قريبه من اللي انا هقوله ده. احنا دلوقتي بنعمل حمام سباحه كبير، عايز ميه اختبار. طيب، انا بقى كنت رايح مهمتي اعزل الحمام بس، عزلته. ميه الاختبار مين يجيبها؟ حجم كبير جدا، مالي وزمني. ما بعد ده، الحمد لله الحمام ما جابش ميه والاختبار نجح. الميه دي نوديها فين؟ مين ينزعها ويوديها فين؟ مشكله. طب انا مالي؟ ده بره نطاق عملي، انا جاي اختبر. قيس على ده كتير بقى، قيس على ده كتير. آه، ممكن مثلا يبقى في بعض التجهيزات الميكانيكيه، علاقه الاسانسير محتاج سورس كهرباء بطريقه ما، والحته دي برايا. الناس اللي بتروح الاسانسير بتقول لك انا باخد الكهرباء من ورا اللوحه او من بعد مفاتيح اللوحه، والحته دي سقطت، فلازم اشير تماما ان دي برايا، اوت اوف ماي سكوب. او بنكتبها في اللوحات دايما ايه؟ باي اذرز. فلازم تبقى شايف. طب ده جوه العقد، اذا كنت بقول لك براه. فوانت بتقرا العقد وتشوف متطلباته ايه، لازم تبقى فاهم كويس ايه اللي بره العقد اللي ممكن يأثر عليك جوه. الريسك والمخاطر، انت بتلاقي بند في العقد اسمه ريسك؟ ولا انت خبرتك في قراية العقد
مع دراسة البيئة اللي حواليك وإمكانيات شركتك والخطورة اللي في العقد ووضوحه ومؤشرات كتيرة جدا، تقدر تستنتج منها إيه المخاطر، إيه احتمالاتها، ايه قوة تأثيرها. إذا وضع خطة مخاطر ده بره العقد بتاعك، لكن أنت بتستنتجه من العقد وتحطه لأنه في الآخر هيأثر على عقدك. إيه تاني؟ بندرس حاجة أو حاجتين مع بعض، عشان كده أنا حتى طلعت البندين سوا في السلايدز. حاجة اسمها العوامل البيئية المؤثرة على المشروع، وأصول الشركة اللي هتأثر برضو على المشروع. دول بره عقدك إزاي؟ إيه عوامل البيئية دي؟ البيئة اللي حوالين المشروع اللي بيتنفذ فيها المشروع تأثيرها عليك إيه؟ يعني أنا عملت فندق في الساحل الساعة 4 ونص بالظبط، ما ينفعش يبقى بني آدم بيشتغل في الفندق في صف أول على البحر تنفيذ، لازم كله يمشي. اذا غير لي المواعيد، يبقى انا كنت لازم ابتدي من الفجر عشان اجي قبل التوقيت ده امشي. طب انا دلوقتي بشتغل في بلد آه، الثقافه بتاعتها، العماله بتاعتها لها نوع من الطريقه انك تعرف تشغلها، من التزامهم، من مواعيدهم، من بيئتهم مثلا الحاره، بنشتغل في مواعيد متفرقه. دي عوامل بيئيه بتاثر عليا انا، ده هينعكس عليا في تنفيذي ازاي، خطتي الزمنيه، الناس اللي انا هجيبها، وات ايفر ايه. طب خدوا حاجة تانية، البيئة اللي أنا بشتغل فيها مثلا عايزة تقبض مرتباتها بالأسبوع، وسيستم شركتك اللي هي بيخش بقى على أصول الشركة، طب بتقبض بالشهر حتى العمالة اليومية. طب هنا الكلام ده هيترفض في البيئة دي، يبقى لازم تغير جزء من سيستمك أو تعمل نوع من التوافق عشان تعرف تشتغل بعدها. هيغير حاجة؟ هيغير. هيتأثر معاك على الشركة؟ هيأثر على المشروع، هيأثر على المشروع. لازم تسيستمه وتفهمه بدري. طب إيه أصول الشركة؟ المشروع في أسوان ومخازننا في اسكندرية. مختلف. المقاولين بتوعنا شطار في الخرسانات ومش شطار في التشطيبات. كفاءات. احنا عندنا استشاريين اقوياء داخلين عندنا في الشركه في بعض العناصر وعناصر لا. طب مشروعك فيه انهي عناصر ومش انهي عناصر؟ موضوع مهم. مهم طبعا. ايه تاني؟ طب خد دي بقى بعيده خالص. انت كمدير مشروع متاثر بسمعه شركتك، معروف عنك في سوق الشغل بتاع النوعيه دي من المشروعات انك بتاخر. لازم تفكر ازاي تنتفي هذه الصفة الغير جيدة في مشروعك، انك تبدأ بدري، تبتدي تنظم جدول الزمن بتاعك كويس، تعمل له ابديتنج دايما، تعمل كراشنج في بعض البنود اللي في لا قدر الله ممكن يعني تتأخر، فتبتدي تضغط عشان تنفذها في ميعادها، عشان تقلل السمعة السيئة اللي هي سابقاك، اللي انت مالكش ذنب فيها، ما هي في الاخر حاجة خارج ارادتك وخارج المشروع، عشان تقدر تحطها على الارض بشكل كويس، تقدر تكتسب الثقة وتقلل هذه الصفة السيئة بالتدريج. يبقى العوامل البيئية اللي حواليك واللي جوه الشركة بتأثر عليك. طيب، عقد المشروع اللي انت قريته ما فيهوش الدراسة الفنية. الدراسة الفنية دي انت بتلاقيها في الشركة، في إداراتك، تروح تاخدها من التندر او بتدرسها مع المكتب الفني، وبتشوف ايه الأسس، الميثودولوجي يعني اللي حط عليها تنفيذ المشروع ده. هديكم مثال، هيحفر بحفار ولا لوادر؟ طبيعة الأرض و هيشون ناتج الحفر عشان هيردم بيه، ولا ناتج الحفر ده لازم يطلع بره؟ واحنا بنشتغل في المناولة بتاعة الحديد والخامات هنجيب برج تاور كرين ولا موبايل كرين، ولا الموضوع مش مستاهل؟ ماشي. موبيلايزيشن بتاع المشروع بتاعك مترتب ازاي عشان تيسر الموضوع؟ ابسطها، حجم المساحة المتاحة ليك للمخزن ايه؟ حجم الماتيريال بتاعك ايه؟ تعال نروح للدراسة المالية. اولها كده الاسعار. فين الاسعار اللي احنا حاسبين عليها؟ اسعار الحاجات السياديه، مش السياديه، بيسموها زي مثلا الخامات الاساسيه. يعني لو احنا بنعمل مبنى خرساني ده حديد، جمالون يبقى القطاعات الحديد، بنشطب حاجه رفع كفاءه يبقى غالبا بنود الام اي بي بتبقى هي في الغالب الاقوى. بنشتغل في مشروع اويل اند جاز، السيفتي رقم واحد.
لا كلام. حاجات كتير. طب الماليات بتاعتك بقى ما بين سعر، ما بين اسس بنيت عليها، ما بين تثبيت اسعار، كل الكلام ده بتدور عليه بره، مش في بنود العقد. كدراسه، مش اسعار، كدراسه للتكاليف. ماشي. طيب، بنطلع من ايه؟ بالميزانيه. في حته في الميزانيه حابب اعمل عليها هايلايت عشان برضو تبقى واضحه للزملاء بشكل كبير. الميزانيه عباره عن ايه؟ كلمه ميزانيه جايه من ميزان. ميزان يعني اتزان، حاجه متزنه، حاجه قدام حاجه. كويس. ايه هما الحاجتين اللي في العقود دي بتنفذ؟ انا بضخ فلوس بطلع بيها اعمال او بنفذ بيها اعمال، بعد كده بعمل فواتير هذه الاعمال اللي هي المستخلصات، اخد كاش فلوس. طب لو انا كنت مخطط ان انا هضخ لك 10 مليون جنيه اول شهر تنفذ لي اعمال ب 12 مليون جنيه، حضرتك ما نفذتهمش بكفاءة فطلعت الاعمال بخمسة، هاجي اعمل فاتورة بكام؟ بخمسة. وانا منتظر كام؟ 12. باظت الميزانية. هاجي انفذ الاعمال بتاعت الشهر الثاني انا مستني 12 مليون، معايا خمسة، دروب على طول. طيب ده بيتعمل بناء على الدراسة الفنية اللي في الأول، اللي بتعمل الجدول الزمني اللي بعد كده بتحط قدامها تكاليف، وبندور على الكاش فلو، يسموه كاش إن كاش أوت، أنا بدخل إيه بخرج إيه. بيبقى في فروق ما بين الاتنين، المفروض إدارة الشركة المالية فاهمة إمتى الفرق ده هيجي وقيمته قد إيه تغطيه. يحصل خلل بقى أول حضرتك ما تاخد كاش ما تقدرش تطلع بيه. أيوه. الإم اللي يحقق نفس درجة الكاش دي تتوقف بقى على بنود حجمها إيه، الجدول الزمني المبدئي اللي اتعملت عليه دي البنود، اسعارها، حاجتها، بدخل كذا بتطلع كذا. احيانا بنبني على اننا نمون من بعض مقاولين الباطن، بنشتغل معاهم باسعار عاليه السنه بس هو بيشتغل معايا تمويل. احيانا بنفكر ان التشوينات دي ممكن تغطي لي جزء من فروق الميزانيه، بشتري اجل، بدخل الموقع، باخد كاش، بدفع الاقساط وبدور نفسي. انا اسف مش بالفقاقه، بالدراسه، لان الدروب بتاعها بيوقف المشروع كاملا، بيوقف المشروع بالكامل. ده ايه، انا بتكلم في الظروف الطبيعيه اللي هي ناتجه من اخطاء او عدم رؤيه كافيه للمستقبل. ما بتكلمش ان حصل دروب في اسعار او حصل الدروب في قوانين او الدولار زاد ولا جمارك زادت وات ايفر ايه. لا، انا بدور على خطه. يبقى كده بحثنا في ايه؟ جوه العقد سردنا حاجات كتير قوي، وبره العقد شفنا جزء. على فكره العنوان ده مكتوب غلط. ايه ده؟ المفروض ما نبحث عنه خارج العقد دي. سامحوني، ده كله خارج العقد، العنوان بس فيه لبس يعني. اوكي. فين بقى الخيوط؟ لغايه هنا في اسئله، عشان هنربط دلوقتي الاثنين. بنود العقد بشروطها اللي انا ماضي عليها ودي الزاميه، وانت مضيت وذاكرت ودرست ومضيت وخلاص بقت واجبه التنفيذ. وظروف خارجيه، جزء منها بتستنتجه وجزء منها في ارض الواقع، بس لازم تبقى مدركه كويس قوي عشان تقدر تدخله جوه التنفيذ، او متاثر بتنفيذ العقد. يبقى بره وجوه. لسه الجزء اللي في النص هنربط بيهم الخيوط. حتى الان في اسئله من الزملاء. بصراحه انا باخد نفسي ومنتظر اسئله عشان بس ابقى صريح. طيب هو عامه ما حدش سال. آه. مهندس عادل بيقول شرح مبسط للجدول الزمني. لا، ده موضوع بره بره اللقاء خالص. ده عايز محاضرتين ثلاثه ده. ماشي. لا، خلينا مركزين في اللي انا قلته، في فكر ان انت تقرا عقد مشروع بهدف انك تروح تنفذه. طب لو خدنا كده عنوان، هو ينفع تروح تنفذ حاجه انت مش فاهمها كويس؟ هتتنفذ بنفس درجه فهمك. اوكي. طيب احنا هنقعد برضو مع بعض في الاخر لو في اسئله نكمل النقطه ايه بتاعت ايه، خيوط التواصل بقى ما بين الاثنين. احنا اتكلمنا على العوامر البيئيه.
هتأثر عليك ازاي؟ هتأثر على ايه؟ هتأثر على شروط المشروع اللي انت قريتها ازاي. فرضنا مثال دلوقتي، قلنا ان جايز الساعة 4:30 نقفل خالص الشغل لظروف البيئة اللي حوالينا. طب لو العكس، لو الدنيا مفتوحة وانا عندي المشروع مضغوط هقدر اشتغل ورديتين ولا مش هقدر؟ هقدر. ضربنا برضو مثال بنقول ان البيئة عندنا ناس بتاخد الراتب بتاعها او الاجر بتاعها كل اسبوع، وانت ترتيب شركتك كله شهري. يبقى ده هيأثر على فكر البيتي كاش اللي في ايدك في قلب المشروع. طب انت بعيد شويه وعندك شويه صلاحيات قليله، لازم تتزود الصلاحيات دي عشان تعرف تتحرك بمرونه، تحرك المشروع. لانك لو دخلت نفسك في سيستم اداري ما يتوافقش مع ظروف البيئيه للمشروع، هيقف المشروع على حاجه لا متعلقه بيك او انت ممثل تيم التنفيذ كله او اداره المشروع، ولا متعلقه بشروط العقد اللي انت راجعتها وذاكرتها. مش بتكلم عليك انت بقى كشركه ومضيت عليها، ومع ذلك ممكن الدنيا تقف. طب الاصول بتاعت الشركه، اه احنا قلنا الموقع في اسكندرية والمخازن في أسوان او العكس. لا، ده حتى دي مش هتعرف تعملها لان المعدات بتاعتك موجودة في مشروع تاني. طب مترتب ان المعدة دي وسي ونش مثلا يخلص المشروع تاخده، المشروع الاولاني متأخر، اذا المعدات دي مش هتعرف تاخدها، اذا لازم تتصرف. قيس على المعدات الاستاف. احنا قلنا لما بنذاكر في النطاق بندور على الهيكل اللي يمثلني، انا عارف المهندس فلان الفلاني ده حد شاطر ومتخصص في هذه نوعية من الاعمال، عايز اخده بعد ما يخلص المشروع ده، المشروع اتاخر اوريدي انا مش عارف اخده. التواصل الداخلي في الشركة فيه مشكلة، طريقة التواصل بنشتغل ورقي ولا بالايميل ولا بسيستم اي ار بي، والمشروع ده فاست تراك محتاج يتحرك بسرعة، عقبال ما تبعت ورقة طلب شراء وتتمضي وتلف وتنزل عند السكرتارية وتطلع، ضيعت يا معلم. ما لازم تغير الاتنين دول، يبقى تأثير العوامل البيئية وأصول الشركة وإدارتها من جوه ما بتتوافقش على، أربط بقى ما بين الاتنين، اللي بره المشروع ذاته واللي جوه المشروع، لازم أربط الاتنين أخدهم. طيب، ندور على حقوقك، اثبات حقوقك. يعني بالعاميه كده، لازم تشتغل بطريقه ما تخليش اللي قدامك يتلكك لك ياخر لك حاجه. ازاي؟ لازم تعمل نوع من السيستم المتابعه الداخليه عندك يجنبك كل مشاكل الادوات اللي انت ما تثبتش بيها حقوقك. كنا بنتكلم من شويه، ويمكن يعني الحديث سبق شويه لموضوع ربط الخيوط ده، قلنا ان اعمالك لازم تبقى مثبته باي ار. الماتيريال بتاعتك لازم تبقى مثبته بام اي ار، هي ماتيريال انسايت. ريبورتاتك لازم تتبعت في ميعادها عشان ما يغرمكش. الناس بتاعت السيفتي لازم تبقى محطوطه اندر سيستم للمهمات وللحركه وللارشادات، بحيث تعرف تثبت حقوقك ما تقدرش تطلع منها. خلاص. لازم كمان تعرف ازاي تتعلم تحقق التزاماتك. طب التزاماتك دي ببساطه، خلينا نقول ان انت بتطلع مثلا تقارير او ريبورتات، لازم مبدئيا تطلع في مواعيدها، التزام عليك. تطلع بمعلومات صحيحة، لو كتبت فيها اي حاجة وتم نقدك او انتفائه ضاعت عليك حاجات كتير ومشاكل. ماشي. لازم تطلع بالجودة المطلوبة. طب ما الجودة دي قد تختلف من واحد لاثنين، لا انا اقصد هنا بالجودة مثلا لو في فورم معين لازم اكمل البيانات هذه الفورم واطلعها للجهة اللي هي طالباها اللي هي ملزمة عليها في العقد، احطها جوه اطار الفورم، حط معلومات دقيقه وتروح في مواعيدها. فارجع برضو اقول لك تاني ان انت محتاج تحط سيستم في المشروع يخدم نقاط زي كده، تبقى باينه لك بدري، وتبقى فاهم مخاطرها والريسك اللي ممكن يجي لك منها، وان كانت هي مش ريسك قوي، الريسك المفروض الفور انون اللي انت متوقعه، لكن ده التزام، ده كونديشن في العقد مثلا. ماشي. طيب، بنطلع من دي ان انت بتحط خطه تواصل مع كل الاطراف المعنيه، مع المعنيين.
مين المعنيين بالمشروع؟ خلينا نفكر في حاجات رئيسيه وحاجات داخليه. الرئيسيه مالك استشاري، اداره فريقك، اداره شركتك، كل دول معنيين. هتتواصل معاهم ازاي؟ يعني الاثنين دول يكادوا يكونوا حاجه واحده. لما توصل لدي خطه لاداره المعنيين، ده ماشي، مش هتلاقيها في العقد. والعوامل اللي بره محتاجاها، ادارتك لبقيه مقاولينك وموردينك واللي حواليك والتراخيص من غير دول مش هتعرف. المعنيين والتواصل بالذات بفكر فيهم ان دائما قد يكون خبرتك وادارتك لمشروعات كتيره قبل كده، وادارتك للمشروع ده كمدير مشروع، بتبقى فاهم هتعمل ايه. بس احيانا بتعمل ثغره صغيره كده، انك ما بتفهمش التيم بتاعك، وما بتفهمش التيم بتاعك كل التفاصيل. لازم يبقى فيه جزء، عشان برضو ايه، مش عايز اقول سريه، لكن خطوره انك تنقل كل الفكر اللي قدامك باهدافه ممكن يساء فهمه من التيم ومن الاطراف اللي ممكن تسمع. لكن لا، خلينا منظمين كشغل. شباب، احنا هنشتغل مع المالك بالطريقه الفلانيه، ريبورتاتنا في ميعادنا، نبتدي نوزع الادوار الداخليه اللي تحقق اداره للمعنيين. اداره الافراد كلها تواصل. ببساطه كده، احنا ما بنعملش حاجه في حياتنا، مش في المشروع، الا مع افراد اخرين، وبنعمله معاهم بتواصل معين، بورقه، مكالمه، بطلب، بتقرير، باوردر، وات ايفر. الحاجه الاخيره، انا طول اليوم باخد قرارات ولو بسيطه، لكن خلينا ناخد قرارات كبيره. ايه اللي يخليني ادعم اتخاذ القرار ده؟ شايف مثلا قصور في بند معين، ان الخرسانات دايما بتتاخر في الحته الفلانيه، ان المباني دايما، بند المباني دايما بيترفض، ان المباني نسبه هلكه كتيره. اي حاجه بقى جوه مشروعك انت شايف، هتاخد انهي قرار والداتا هتجيلك صح ازاي؟ لازم تحط سيستم او تفكير ايا كان الليفل بتاعه، كسيستم كبير وورقي ومتربط، او عباره عن آه، داتا بتتجمع عن طريق الدي سي. محتاجين داتا كويسه ناخدها دوريا، محتاجين نحللها عشان نعرف فين مميزاتها، مش شرط تبقى وحشه، وعيوبها. تمام. محتاجين ننظم هذا الكلام عشان نشوف الخطوه التاليه، لو في مشاكل فيها عيوب شوف الخطوات بتاعت التصحيح، لو فيها مميزات احاول اعظم المميزات. واخيرا، نقطة حسن اختيار الادوات. ايه هي الادوات؟ واحد، التيم بتاعك. اتنين، معداتك ومقاولينك. تلاتة، موردينك. مش كل حاجة بتقدر تحطها على الارض وتبقى بتاعتك، او بمعنى اصح بيبقى قرارك لوحدك. انت ممكن يبقى فيه مهندسين ومشرفين واداريين موجودين في الشركة، وده تيم بتشتغل بيه. حاول تعيد توظيف المهام بتاعته طبقا لامكانياته ومستلزماتك واحتياجاتك. مش فيش حاجه ايدل 100%، بس لازم تبقى فاهم. حاول يعني يعني تنتقل من، لان مش دورك انت تسيير اعمال، يعني انا عايز اقول لك يعني تنتقل من دور تسيير الاعمال الى تنفيذ الاعمال. انت مش بتمشيها، انت بتنفذها بهدف انهائها بجوده وكفاءه. بعض الخيوط وبعض النقاط اللي بره العقد وبعض النقاط اللي جوه العقد كانت حديثي على مدار، اعتقد عديت حوالي يمكن 48 دقيقة. كلمة أخيرة بقى، كلمة أخيرة وبعدين هسيب المجال للنقاش والسؤال. العقد ده أنا يمكن جبت الصورة دي برضو، عبارة عن حاجتين كده: يد لخارج العقد، ويد لداخل العقد. دور حضرتك فين؟ تيجي جري كده وانت شايل حاجة مهمة قوي. ايه هي؟ الربط بين الاثنين. الثلاثة بازلز دي لازم يتظبطوا كويس. لو في ثغرات كده لازم تشتغل على سدها. كل ما تسدها كويس كل ما تبقى أكثر سيطرة، ولما تبقى أكثر سيطرة تقدر تطلع حاجتك بطريقة دقيقة، بمعنى كلمة الدقة، طيب قيمة دقة، معلومة، متطلباتها تبقى متغطية. كل ده تبص فيه في العقد وانت بتقراه قراية متأنية وقراية أولية،
وقرايه بتدوين الملاحظات، وقرايه متعمقه، وتطلع من القرايه. احنا مش هنفضل نقرا كتير، لازم ننزل التراك. وتتفادى دائما ان حد يبوش ليك، نفذ نفذ، يخليك تبص تحت رجليك بس. دورك ما تبصش تحت رجليك، دورك تبص البيك بيكتشر، وتمانج اللي تحت رجليك دلوقتي، لان هو ده الحالي. نرجع للشفره والايه وللفيديو الصغير ده. تعالوا كده نشوف رأفت الهجان، نرتاح 13 ثانية، وبعد كده حاول بقى اشوف لكم موضوع الصوت ده، نشغل الصوت ازاي عشان نفتكر بس. كده المفروض يجي لك صوت، نسمع. اتنين دي معناها الصوت مش واصل. مش عارف بقى يعني انا ايه. هما جملتين باختصار شديد جدا. رأفت هجان هنا بيقولوا له لو احنا بعتنا لك قلنا لك الميعاد في الحتة الفلانية، يبقى لهم ده يبقى يعني معنى كده ان الميعاد في الحتة التانية خالص. طب هنقول لك ان مش عارف الطياره نازله ما اعرفش الساعه كام، يبقى الارقام دي خدها حطها في حته تانيه. وات ايفر ايه. لما نيجي بقى نفك شفره المشروع، نيجي كده ايه وانت قاعد في المكتب، يدخل لك مدير التنفيذ يقول لك يا باشمهندس بكره الغيوم ولا الرطوبه 15%، تعرف ان هيخصموا 15% من الاعمال رطوبه. حد تاني يقول لك مثلا بعد 3 ايام في العيد، يبقى هيصرفوا المستخلص بعد 3 ايام. كلها شفره. انا بحاول اشغله تاني ولا نكتفي بهذا القدر؟ متهيألي نكتفي في هذا القدر. يعني انا حاولت اشغل الصوت، مش عارف الصوت مش شغال ليه، او انا سامعه هو ليه مش واصلكم ومش عارف. احنا بس عايزين نفتكر لان المسلسل كان جميل. اعتقد مصر كلها وقد يكون البلاد العربية كلها شافته. الزميل اللي بيشخبط على الشاشة يعني انا بشكره انه يزيل هذه الكتابة ولا الشخبطة. طيب خلونا نقفل الشات خالص او نقفل الشير خالص، ونتكلم على الاسئلة. انا ناقصني سلايد واحدة بس هفتحها بعد ما اسمعكم لو في اي اسئلة او اي استفسارات. وممكن برضو تبقى التواصل عن طريق المايك، لو حد عايز يشتغل المايك بس يرفع ايده الديجيتال هاند وانا هفتح له المايك. في ناس قالت الصوت عنده حلو اهو، يبقى الناس سمعت رفضت. هي في ايه؟ ولا احنا نخليها حاجة سرية عشان هو المشروع كان سري يعني، او المسلسل كان سري. طب يعني في سؤال محتاج اعرف ايه اللي اركز عليه لما يجي لي عرض في الشق الفني. إيه؟ مش فاهم يعني عرض. لو عرض اسعار جاي لك ماشي، يبقى هنعمل حاجة، هنقيم الليله فنيا طبقا للمعايير اللي انت حاططها في الاول. يعني هو مش اي حد يجيب لك عرض تقول له اوكي. انت حاطط معايير فنيه في الاول، ماشي، لازم هي دي اللي تقيم عليها. طب هو في زملاء ابتدوا يرفعوا ايديهم، وانا شايف ان التواصل الفيربال هيبقى او بالصوت هيبقى اقوى في الاستفسارات. احنا ممكن نقعد مع بعض تاني 10 دقائق او ربع ساعه، ناخد كده كام سؤال، وانا ناقصني سلايد واحده. اتفضل مهندس حسين، تقدر تفتح المايك وتتكلم. السلام عليكم، ازيك يا عليكم باشمهندس؟ السلام ورحمه الله. نتعرف بيك الاول. أنا حسين منصور لدفعة 2006، اهلا بيك. مهندس مدني. هو في سؤال بالنسبة لو جالنا
تعارض ما بين مثلا اللوحات، حاجه في اللوحات، مع حاجه مثلا في شروط العقد سواء العامه او الخاصه. فاحنا نسمع او نمشي ورا مين؟ يعني نمشي ورا اللوحات ولا ورا حاجه من الشروط العامه او الشروط الخاصه؟ وايه كانت اولويات القوه من ناحيه قوه البنود يعني وكده، او قوه الوثائق؟ هقول لك يعني المفروض يكون في بند في البنود بتاعة العقد يقول لك أولويات ترتيب المستندات إيه. أنا حتى دي أشرت إليها في الشرح بتاعي دلوقتي، قلت لازم ترجع مم. لأولويات المستندات. وانت حتى بتدرس المشروع كدراسة، لو الوقت ده عليك لازم تحط البند ده قدام عينك وتبدأ في دراسة أكثر عمقا للحاجات اللي لها أولوية. فدي لازم تبان، تمام. تبقى موجودة. طب كان. إن كيس مش موجود البند ده، ايوه بالظبط. ما عندك تفاوض بقى ما بين تحكم الاستشاري، ماشي، ما بين انك تفاوض شوية في المالك. لكن لازم تستفيد من الموقف ده في ايه بقى؟ هقول لك. البند مش موجود في التعاقد، لو موجود في التعاقد احترم. تمام. لو مش موجود تمام. وبتفاوض، طبعا الجهة الأخرى قد للموقف ده تحط رولز، هتحط لك الأولوية في الحتة اللي هو عايزها. أوكي؟ لو أنت مم. مقاول وهو مالك تمام. هيفرضها عليك. أوكي، اخرج تمام. من ده بإنك تضيف بمحضر اجتماع أو بجواب أو حتى ملحق للعقد إنك تحط الأولويات. هتبقى خسرت جولة وثبت حقوقك اه. في بقية الجولات. إن كيس ظهرت، لا إحنا حاطين أولويات أهو. ايوه تمام تمام أوكي؟ تمام. فهمت حضرتك، فهمت حضرتك. شكرا ليك شكرا. مهندس حسين. شكرا جزيلا. شكرا. مهندس عمرو ماهر، تقدر تفتح المايك وتتكلم على طول، نتعرف بيك بس الأول. السلام عليكم باشمهندس عليكم رفعت. السلام ورحمة الله وبركاته. عمرو ماهر، مهندس معماري 2004. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. هو يعني المين ايشو في تأخير كل المشاريع، أو هنقول مشاكل كل المشاريع بتبقى في الكاش فلو. وساعات بيكون أصلا عدم انتظام الكاش فلو بيكون من المالك نفسه. يعني ساعات بيكون من المالك نفسه للمقاول العام، أو من المقاول العام للمقاولين الباطن. فبيحصل لخبطة. وحتى مثلا ممكن على سبيل المثال كان في خطة زمنية إن نخلص المشروع في خلال مثلا سنة أو 6 شهور أو تجر. وكان المالك بيدعم بيقول إن خلاص والكشف هيمشي بالطريقة الفلانية. وكل المقاولين سواء المقاول العام أو المقاولين الباطن عملوا حسابهم على الجدول الزمني اللي ادخل هو على مطلوب. السؤال يا هندسة، عايز اه فين طيب، السؤال؟ السؤال لما بيحصل فيه مشكلة في الكاش فلو بيتأثر كل المشروع مع المقاول العام والمقاول المتخصصين. فبيبدأ بعض الناس ما تقدرش تكمل، لأن هي كانت عاملة حساب على كاش فلو معين. فلنفترض إن هم ما ابتدوا تحققش، يتعاقدوا على ماشي اللونج ماشي، ما تحققش. اه ايه على السؤال؟ اللونج ليد ايتم، وابتدوا يتعاقدوا على اللونج ليد ايتم. ونتيجة إن الكاش فلو ده ما مشيش مظبوط، فبيبدأ يأثر على بقية البنود. فإحنا نقدر نعمل إيه؟ والعقد ما حدش بيقدر بقى يعني يخش في، طيب طيب، يعني هنقول. خليني استنتج من الكلام اللي انت قلته ده حاجه. احنا دلوقتي انت مقاول وحصل دروب في الكاش فلو عندك في الشركه، وبالتالي ما بقتش قادر توفي بمستلزماتك عشان يفضل الشغل شغال، سواء مقاولين او توريدات او وات ايفر. توريدات لونج ليد ايتمز او مش لونج ليد ايتمز اللي انت تقدر تشتريها بكره لو انت معاك فلوس دي. الخلاصه مفيش فلوس للكاش فلو. اوكي. وساعات بتكون جاية من المالك نفسه مؤخر مستخلصات أو كده. طب ما انا هقول لك واحنا بنتكلم برضو النهارده قلت لك اول حاجه وانت بتعمل تعاقد مع المالك لازم تبقى فاهم مين المالك، لازم يبقى عندك خلفيه عنه، او مم. تسعى انك يبقى عندك خلفيه عنه. لو هو اتعرف عليه ان هو بيأخر الفلوس، لازم تحط ده في الريسك ريسك ريجستر عندك وتشوف هتعرف تغطي النقطه دي ازاي. ان كيس اتأخر مستخلص 2 3، انا هجيب فلوسي منين؟ او تحط في شروط العقد اللي يأمنك من دي معاه،
تعرف تجيب الفلوس دي مثلا بفوائدها، فتبتدي انت اذا كنت هتقترض ولا حاجه عشان تمشي شغلك، عارف ان الفلوس اللي جايه لك بالفايده بتاعتها. الخلاصه لان هي متشعبه قوي، انك لو عندك دراسه من دي من الاول او رؤيه لها من الاول لازم تحطها في الريسك. طب حضرتك ما عندكش الموضوع ده وحصل دروب ما من خلل في اداره شركتك الداخليه، مش من المالك. اوكي. مم. المفروض ان الشركه واخده المشروع عشان تخلصه وتكسب. الاداره الماليه حصل فيها اي مشكله، الاداره الفنيه حاجات غليت حاجات رخصت وات ايفر، وحصل الدروب ده، لازم تبتدي تدور انك تكفره. آه، يعني عن طريق قد يكون تغيير اولويات بنود. انا بتكلم على الحته بتاعت مدير المشروع، لكن هو لو دروب الكاش فلو ده مش من عندك، امتى يبقى من عندك يا باشمهندس؟ لو انا موفر لك فلوس مليون جنيه عشان تعمل لي مستخلص اخر الشهر بمليون ونص، وحضرتك خدت المليون جنيه دي ما عرفتش تشتغل بيها كويس، وفي الاخر ما قفلتش اعمال تقدر تعمل بيها مستخلص، اتاجلت المواضيع، ده من عندك انت. فده تلام عليه انت، ولازم تدور له على بلان تغطيه كاداره مشروع لو انت مدير المشروع اللي بتدير هذا الموضوع. لكن لو الموضوع جاي من اداره الشركه، لازم هي تدور على طريقه ما تعمل تمويل، تاخد قرض، تدخل شركاء، تعلي اسعار المقاولين بحيث يصرفوا هم، تدور على آلية ان هي تغطي المشكله دي. نمره واحد لازم تدور المشكله حصلت ليه ومين ما هو تعرفها. ساعات المشكلة، مالك. آه، بالظبط. وعشان تقعد تقضيه بتاخد وقت، فطبعا الوقت ده بيكون مشروع يعتبر ماشي بسلو ريت طبعا، والرننج كوست بيعلى لان مفيش بروجرس صح وفي صح، رننج كوست شغال. انا ف فاهم دي. ما هو انت غلطت في حاجتين بقى هنا مع المالك. اول حاجه ما قيمتوش صح، ثانيا ما عملتش ريسك ريجسترز وريسك اسسمنت صح عشان تقدر تحطه. ما هو ممكن من الاول انا عارف اهو، انا مقاول باطن وباخد منك شغل، انا عارف ان انت ما بتدينيش التامين ال 10% الاخرانيين، يبقى من الاول احطهم كجزء من المكسب، ما احطهمش هم كلهم مكسب، يبقى انا هشتغل ومش هكسب حاجه، فده هيأثر على السعر على طول. اوكي. فهي ليها 100 حاله ملهاش حل سحري، يعني اه الكيسز بتاعتها كتيره قوي، لكن لازم توصل لاحد الاسباب بتاعت المشكله وتشوف هتخلص ازاي داخليا من عندك. لازم تحلها من عندك، انا بتكلم كشركه تدور على تمويل بطريقه ما. ما هو بيبقى الواحد ساعات الواحد بيبقى بين اختيارين، ان هو لو وقف كده بقى فيه خسارة، ولو كمل الخسارة بتكبر. يعني هو لا 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 لا، مش فاهم بتكبر. قصدي؟ واحده يبقى واحده. لا الموضوع لا 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 خيارين. لا، واحده واحده بس. لو كمل الخساره مش بتكبر. لو وقف والدنيا اتبظرت انت سمعتك باظت، والسمعه دي قيمه كبيره جدا في سوق العمل. لازم يحل. ما هو- اوكي. شكرا ليك يا باشمهندس عمرو. طيب معانا المهندس محمد عبد الفتاح، والمهندس زميلنا ايفون لكن هو كاتب جنبه احمد رجب. هناخد السؤالين دول وننهي اللقاء ده، ولو في اي اسئله او اي ظروف تاني او يعني اي استفسارات اخرى نحطها على جروب اللي حضرتك بقى جاي منه. احنا فيوتشر مي كان عندها 25 جروب على ما بين الواتساب ما بين التليجرام، غير الزملاء اللي على السوشيال ميديا. فالجزء الجهه اللي انت جاي منها حط عليها سؤالك. شوف المهندس محمد عبد الفتاح، اتفضل يا باشمهندس، او محمود عبد الفتاح، اتفضل. نقطتين نقطتين كده. النقطة الأولى، لو أنا بتكلم بقى قبل العقد، يعني لو جاي لي مناقصة ومطلوب مني دراسة للجزء التكنيكال فيها، وأنا مهندس أصلا كهرباء، وساعات بيجي لي حاجات بتبقى ميكانيك، وبيطلب مني مثلا ميثود اوف ستيتمنت، وان انا اعمل اللي هو الجزء التكنيكال في المناقصة. ايه اللي المفروض اركز عليه؟ طيب انت يعني انت بتسأل عشان هتروح لحته مش تخصصك، ان انت مهندس كهرباء وهتعمل حاجه ميكانيكا. هو الشركة يعني بيطلب منك ان انت تعمل كل حاجة. ما هو بص، انا مهندس مدني بفهم في الكهرباء شويه،
بحكم خبرة وحاجات كتير شاهدتها ومشاكل اتحلت جنبي، وبفهم في الميكانيكا شويتين بنفس الحكم. فلما باجي اقدم حاجة تكنيكال هقدمها في المدني كويس، الاتنين التانيين دول لازم استعين بحد تاني، حد رسمي جوه الشركة، حد صديق شخصي وات ايفر ايه. لكن يعني او حط الحتة التكنيكال على قد علمك، لكن انت مش متخصص. تمام. ايه اللي بقى يعني ساعات بيبقى فيه خطوط عريضة في المفروض ان انا بركز عليها لما يجي لي المناقصة في الشق اللي هو التكنيكال، مش الكوميرشال. طب اديني مثال، انا يعني انا مش فاهم. يعني مثلا انا زي ما قلت لحضرتك مهندس كهرباء، جاي لي عقد في فابريك مينتيننس مثلا، ما بعت لي المناقصه عشان انا اشوف ادرس الجزء اللي عليها فيها، او اتصرف ازاي في حاجه زي كده. يعني يعني انا مش فاهم السؤال قوي، بس انت جاي لك مناقصه عشان تدرسها، بتدرس الفنيات بتاعتها، البنود مكتمله، فيها حاجه ناقصه قابله للتنفيذ، آه، ممكن تدخل في جزء التكاليف، احتياجاتك ايه عشان تنفذها كشركه. انا محتاج واحد اتنين تلاته، الكلام ده يعني سي مواسير ضخمه مثلا ولا وات ايفر ايه، محتاجه ونش. يعني في بعض الحاجات انا مش قادر يعني ارد عليك قوي، لان انا مش فاهم الموضوع ايه. انت طالما، خليني اقول لك ان الحته اللي انت جايبها دي متخصص انت فيها، لما انت لو مش متخصص مش هتعرف تطلع حاجه. مم. فبتدرسها فنيا مش عشان تعرض الموضوع ده، او عشان تكتب الورق، او احيانا الدراسه اللي بتيجي تطلب منك بيبقى حاطين بنود انك ترد عليها، مم. بتبقى متفصله شويه. تمام. طب في اي مواقع او كتب ممكن الواحد يشوف يرجع لها في حكايه العقود وكده؟ اكتب لي على الواتس وهحاول ارجع للذاكره اللي عندي او الداتا اللي عندي وارد عليك. حاضر. ماشي. جزاك الله خير، شكرا. ماشي يا باشمهندس. انا كنت هاخد اتنين وكحيت فجوم اربعه يعني كل اللي برجوه من حضراتكم اهلا وسهلا بيكم، هسمعكم كلكم بس ادخل تو ذا بوينت عشان الوقت بس ما يسرقناش. مهندس احمد رجب. السلام عليكم باشمهندس زياد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك وسعيد بحضرتك وربنا ينفعنا بعلمك ربنا يبارك وانا فيك. انا المهندس احمد رجب، ام اي بي دفعه 99، وكنت زميل سابق مع حضرتك. ياه اهلا بيك، اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك يا باشمهندس زياد. اهلا بيك. انا كان ليا سؤال بس بعد اذن حضرتك. في بعض الشركات الصغيره لا يحتوي عندها مهندس خاص بالعقود في مرحله التندر، اه. وبتعمل مشكله. في بعض الشركات بيبقى فيها مهندس عقود، ممكن لو طلع الريسك اللي موجود في العقد قبل في مرحلة التندر، ممكن ان الشروط او النقط اللي حاططها ديت يقول للشركة ان يفضل ان انا اخد الحاجات ديت في الاعتبار في البروفيت بتاع الشركة، او ان انا ابعد عن المشروع ده. وغالبا الشركات بتبقى عندها استراتيجية ان هي هتاخد المشروع ده، وبعد كده بتقابل المشاكل دي. فما دور مهندس العقود في المرحلة دي؟ وشكرا لحضرتك والتوفيق. ربنا يكرمك. هو دوره بمنتهى البساطه زي ما انت قلت، احيانا ما بيبقاش فيه مهندس متخصص عقود. انا اولا مش متخصص عقود، ده واحد. حاجه التانيه، كل اللي احنا شرحناه النهارده مش بتاع مهندس متخصص عقود. انا يمكن كررتها اكتر من مره، انت بتمثل مدير المشروع، انت بتدير هذا المشروع، وانت بتدير المشروع مش مطلوب منك انك تبقى مهندس عقود متخصص. موضوع مهندس عقود متخصص ده بيطلع بهذا العقد لدرجات تانية، اغلبها في الكليمز واغلبها في الصياغه ذاتها. يعني عشان تصيغ صح محتاج حد متخصص في الموضوع. ارجع لسؤالك، انت بتشوف في وقت من الاوقات عشان ما فيش مكتب فني متخصص من كل حاجه، وده موجود، بعض الشركات الصغيره ما بيبقاش عندها كل حاجه وبتدير نفسها بحجم شغلها. الريسك اللي انت شايفه بتبلغه للاداره، والاداره بتقول لك ايه؟ خد المشروع. في قرار اهو، قرار سياسي، مشروع بياخده المقاولين الباطن.
على 4 ليفل. ايه هم ببساطه كده؟ في ليفل سياسي، اللي هم صاحب الشركه، مجلس ادارتها، اللي عملها. انا عايز اخد مشروعات من الجهه الفلانيه وبالحجم الفلاني والظروف الفلانيه. ممكن يكون له اصدقاء في الاماكن دي يعرفوا يسهلوا له شغله. ممكن يكون هو عايز يعمل شير في الحته دي بطريقه ما، وات ايفر، ايه في حته سياسيه. نروح بعد كده للشق بتاع حضرتك ومن يمثلك، المكتب الفني، يدرس ويشوف ويقول الصعوبات قد كده، احتياجاتنا قد كده، اسعارنا ممكن تكون قد كده. كويس. النقطه الثالثه، حجم المشروع ده يروح للاداره الماليه او من يمثلها، يعني اللي ممكن تلاقي في الاخر بيمثلها مدير الشركه او صاحبها لو هي حاجه صغيره خالص يعني. انا معايا فلوس ادور المشروع ده ولا لا؟ واذا كان في محامي يدور على كام شرط كده، لا اوعى احنا مش عايزين نروح تحكيم، عايزين نروح المحكمه. ده مستوى الثالث، يبقى السياسي والفني واللي مش فني. وفي حاجه رابعه ومهمه جدا، الريزلت بتاعت المشروع ده. انا داخل المشروعات دي عشان اكسب 10%، الحسبه دي تديني 10% ولا لا؟ الريسك اللي في المشروع ده عالي قوي، لا انا ما بقدرش العب في ريسك، انا ليا ليفل واقف عنده. خلاص. وفي الاخر في قرار سياسي، اللي انا برضو قلته اثناء اللقاء النهارده، ان ممكن ناخد مشروع وانا عندي شركه اهو، بس المشروعات دلوقتي مش موجوده او قلت معايا. اخد المشروع مكيت من غير مكسب خالص، علشان اكسب الاستاف اللي كونته، واكسب خبره الشركه اللي كونتها، واكسب سمعتها، واكسب استمرارها. ده مكسب. مش دايما بيبقى المكسب فلوس. معايا؟ وشكرا ليك يا باشمهندس احمد، وانا سعيد ان احنا بنلتقي تاني اونلاين. شكرا يا دكتور الله زياد، يخليك. شكرا. ربنا يبارك فيك يا رب. مهندس احمد خالد، وزي ما اتفقنا على السؤال على طول. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد خالد، اهلا مهندس وسهلا. مدني. السؤال تحديدا، آه، في بعض البنود بتكون غير واضحة أو مبهمة، خلاص، أو متناقضة في العقود. تمام. مم. كيف نتعامل مع كمدير مشروع مثلا، خلاص، نتعامل مع البنود هذه؟ في حتى البند نفسه، التناقض فيه، طبعا المالك أو المقاول، كله على حسب الفائدة بتاعته. يعني هو مثلا، آه، المالك بيشوف انه هو لو فايدته خلاص، وما فايدته اكيد هو ما حيوافق بيه. يعني فلو حصل الاختلاف هذا، كيف حنقرر، او كيف حنحل المشكلة هذه؟ طيب، زي ما قلت كده للزميل سابقا، المفروض ان انت وانت بتدرس كإدارة عطاءات او مكتب فني، وانت بتدرس المشروع، لقيت هذا عدم الوضوح او نقول التداخل او الكونفليكت في البند نفسه، وليس حتى في مستندات العقد، برجع بسؤال للمالك قبل ما بقدم العطاء بتاعي. لا، هو طيب، الوقت ده قوي، الوقت ده قوي، وما لحقتش موضوع الكوتشنير او الاسئله ده. تكتب في العرض الفني بتاعك ان البند الفلاني انا سعرته على اساس التوضيحه دي او النقطه دي. هو صحيح. طيب انا حلو. لو كنت ما لحقتش ده خالص، انا هجيب لك الحل التالت وخلاص، والعقد اتمضى ومحدش خد باله ومحدش عمل كوتشنير ومحدش عمل حاجه خالص. فجاه انت مدير المشروع جالك البند وفيه تناقض، ورؤيتك غير رؤيه المالك، غير رؤيه الاستشاري، كل واحد بيبص على الحته اللي فيها مصلحته. مضطر تحط سيستم من اول هذه اللحظه، لو في خلافات تاني تفسر ازاي. وده هتضطر انك تقبل الضغوط اللي عليك او مناوره سياسيه منك تقدر تكسب قد ايه. لكن استغل دي. طب يا اخوانا، عشان لو حصل ده تاني نتصرف ازاي؟ نتصرف بطريقه فلانيه، بحيث تبقى حطيت قاعده يقدر الجميع يبقى يكون ملتزم بيها في المستقبل. طيب لو هو عموما الاستشاري دوره في الموقع انه يحل الاشياء هذه، تمام. فاذا مم. كان انا والمالك رجعنا للاستشاري، كيف الاستشاري حيغرر في الموضوع؟ كيف الاستشاري ايه؟ هيغرر في الموضوع، يعني كيف حيحل الموضوع من وجهة هيبص، هقول لك الاستشاري عاده عينه رايحه فين؟ رايحه للحته الكواليتي الاعلى. صحيح.
بس هتلاقيه من غير ما يفكر قوي هيرمي للكواليتي الاعلى. وهو على فكره في دي معاه حق، طالما الدنيا كده ما وضحتش يبقى اخد اعلى كواليتي واعلى جوده في النقط الخلافات دي تدي كواليتي 70%، دي 80 هروح لل 80. ممتاز، شكرا بس لك. انت استفيد من دي انك تحط رول للي جاي ان كيس حصل. ممتاز، شكرا لك باشمهندس. ماشي يا باشمهندس أحمد. الله يسلمك. هنختم بقى بخير الزملاء مهندس هيثم عشان نقفل بقى النهارده كده. ولو في حاجه، احنا لينا لقاءات شهريه وهقول لكم على خبر في الاخر بس او بعد هيثم على طول. مهندس هيثم تقدر تفتح المايك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا سؤالين صراع يعني. اتفضل. السؤال الأولاني في حالة الفاريشن، يعني أنا مثلا لو متفق على بند مثلا إحنا بنسعر الحديد ب 40,000، مم. تمام، حصل زيادة بقى ب 50,000، أنا باخد ال 10,000 الفرق ده ولا بيبقى بالإضافة للبروفيت بتاعي؟ لا هقول لك، مش موضوع بروفيت، لا. الموضوع لو انت مثبت سعر انت بتاخد الفرق بس. احيانا، ودي صدفتني انا شخصيا في احدى العقود، ان انت بتاخد الفرق زائد ما يتعلق بيه من مصاريف بتدفعها، ضرائب، تأمينات، مش نقل، خد بالك، اللي هي بتدفع تمام. للجهات الاخرى. ودي كان منصوص عليها مم. نصا ومحطوط لها نسبة. مم. واخد بالك؟ يبقى يفضل إن هي تتفصل في العرض. بص، اي عرض واي عقد كل ما تفسر فيه كل ما يقلل المشاكل اللي قدام. ده لو عقد جواز حتى صحيح. وحطيت فيه تفاصيل هيقلل المشاكل اللي قدام. ده حقيقي فعلا. ماشي. السؤال اتفضل. دايما احنا عارفين المالك والاستشاري بيبقى ليهم باور اعلى، يعني في كل النقط اللي الزمايل سالوا فيها، اللي هي بتبقى نقط غير مفسره في العقد، او المقاول وهو داخل العقد، كل التفسيرات دي مش هتبقى لصالحه، لان هو ملوش باور ان هو يعرف ياخد حقه. فهل عند حضرتك يعني حاجه تديها للمقاول ان هو يبقى عارف ياخد، يعني ياخد حقه يعني؟ طبنجة. يعني فعلا احنا عندنا للاسف يدخل العقود الاجتماع يطلع الطبنجة من جيبه ويحطها قدام. برضه مش هياخد حاجه. خلاص بقى يعني برضه يبقى للاسف هو ما احنا، بيعرفش ينشن. اي، يعني دايما العقود وتفسيراتها بتبقى لصالح المالك والاستشاري، لان هم ليهم الباور الاكتر، هو في الاخر بص هيصوت بص بس. بص بص، لا 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 لا، خالص خالص خالص. المفروض ان خبرة المقاول تبقى مبينه له دي. لو انت كمالك عندك تفسير او ضاغط عليا في بند ما زيادة، على سبيل المثال لسه يعني انا برضو اي حاجه قرب دي دلوقتي. اذا افترضنا ان انا هشتغل معاك، انت مقاول رئيسي او مالك، وانا هشتغل معاك، وانا عندي انا مش رايح لك مغمض. لازم ابقى سائل وعارف انت ايه ظروفك وحياتك ماشيه ازاي. عارف ان انت ما بتطلعش ال 10% التامين للمقاولين بتوعك، بتعذبهم الاول لغايه ما يزهقوا، او بتدور لهم على مخرج قانوني في الاخر انا ما باخدهمش. وانا بقدم لك عرض هحط ال 10% ده اوفر مصاريفي ومكسبي من الاول. طب ما انا في تنافس وما قدرتش اعمل ده، ما هي بتاعتك بقى. بالظبط. يبقى انت بالظبط. يبقى انت بتحمل نفسك ريسك. هل كل حاجه فيها ريسك خساره؟ لا. يعني مش كل حاجه فيها ريسك خساره، يعني ده موضوع كبير ومحتاج شرح كتير قوي. بس في الاخر انت لازم تبقى فاهم انت رايح فين. انت تبقى عارف ان النهارده انا ماشي في طريق مطبات. اه، في طريق مطبات بس انا همشيه. ليه؟ لان انا عايز اوصل للاخر. لكن اشوفه مطبات اكبر من قدرتي يبقى لازم افرمل. لا، في مطبات وانا عايز اوصل للاخر وعارف ان انا متعب، بدل ما اخد معايا ستبن احط لي فردتين ستبن في الشنطه. اه بس تمام، بس انا يعني لو دخلنا واحنا في قلب المشروع وبيحصل دايما في اختلاف او في نقط بنتكلم فيها، لو عندي 10 نقط معناهم كده ان انا يعني ما عنديش authority او ما عنديش باور ان انا اعرف اخد ده. العشر فمقاول لا. العشر نقط.
حضرتك وانت بتدرس كنت شايفهم ولا ما خدتش بالك منهم؟ لا، وارد جدا، دي نقط مستجدات في المشروع، اي، يعني حاجات بالعكس لا ممكن ما بالعكس، واحده واحده تبقاش. بس بالراحه. اي حاجه مستجده عن العقد ما كانتش ظاهره، مش مكتوبه ما بينكم. اه ممكن، اه. طب ما هي حاجه بالظبط. جديده نتفق عليه. حلو، ما يعني ما توافقش عليها لاي سبب؟ ايه الباور بتاعتي ان انا اعرف اخدها؟ هو ده السؤال يعني. ما هو انت لازم ترجع يا اما للعقد يا اما لسياستك مع المالك. امم. لو انت عندك بند في العقد بيقول لك انت مش من حقك ترفض الفاريشن، تنفذ وبعدين نتخانق على الفلوس. امم. امم. وهي بتتكتب 90% كده. امم. حضرتك كنت مغمي عينيك ولا انت قريتها وارتضيتها؟ اه يعني خلاص، لو ارتضيتها خلاص يبقى لا، دي لازم تتنفذ. طيب خلاص، مش مكتوبة يبقى انا مأجلها وعارف ان هي هيبقى عليها خناقه يعني. عارف انها ريسك. اه بالظبط. والريسك وانت بتدرس المشروع بيبقى فيه كده بار محترم في التكاليف: ريسك فلوس وريسك وقت. ودي برضو قلناها فين؟ امم. معانا امم. هنا هو دلوقتي. قلنا فيه تأمين والضمان المالي والفني. انت رايح بيهم فين؟ ما هو ضامنك رايح بيهم فين؟ بالظبط، انا هحملهم على الاسعار واتكلمنا على اللي الريسك يخرج. والريسك مثلا. بس خد بالك ممكن امم. تحمل كل حاجه، تحمل كل حاجه، سعرك يطلع كتير ما تاخدش العقد. هي بالظبط كده طبعا. توصل للميزان بقى يا باشا. بترسك صح. قد ايه وبتاخد قد ايه وخطواتك قد ايه ودراستك بالظبط. وفهمك الموضوع ده قد إيه. شكر اوكي. لحضرتك جدا. انا اللي متشكر جدا ليكم. انا فتحت اخر سلايد اهو عشان نقفل. هي ببساطه شديده جدا هي الى اللقاء باذن الله في لقاء قادم. هل دي بس؟ لا. انا عايز اقول لكم هنا احنا القدام معايا، احنا بقالنا تقريبا سنتين بنشتغل على لقاء شهري وبعدين خليناه لقاءين شهريين. وللامانه انا مش انا شخصيا زياده، هو انا اللي بعمل الكلام ده، انا مش فاكر اللقاء ده رقم كام. فانا هعيد خلال الاسبوع بتاع اجازه العيد ده توزيع اللقاءات دي وتسجيلها على اليوتيوب بشكل رقمي. اقول اللقاء الاول كان عباره، يعني هنفترض دلوقتي ده اللقاء رقم 20 مثلا. اللقاء ال 20 كان عباره عن مناقشه كيفيه اداره او قراءه العقد من مهندس مدير المشروع وليس مهندس عقود مثلا. فانا هجيب كل السابق وحطه في ليست على. في مايك مفتوح يا شباب؟ ماشي. وقلت ايه؟ بحيث يبقى في ليست على اليوتيوب واضحه فيها دي، بحيث تبقى مرقمه ومنظمه، لان مش كلكم كنتوا معايا من الاول. ففي ناس جايز ما تعرفش الموضوع ده. فانا بعد اللقاء ده هنزل على كل جروبس القناه بالليست دي. وخلال العيد هعيد تنظيمها تاني وترقيمها وعمل عناوينها بشكل اكثر وضوحا، لان انا في الاخر عاملها لفائده الناس كلها، فتقدر ترجع حتى للحاجات القديمه وتشوفها بشكل منظم. وإن شاء الله تكون فيها ولو قدر قليل من المعلومة والعلم يقدر يفيدكم بإذن الله. أستودعكم الله. النهاردة اللقاء الأخير بتاع شهر مايو. كان اللقاء الأولاني ويبينار بيني ما بين المهندس القدير وليد البسيوني، واعتقد اتذاع معاكم او انا كنت حاطط برضو لينك على الجروبات. نفكر بقى بعد العيد في لقاءات شهر يونيو يكون ايه. هبعت لكم اللينك بتاع الاستطلاع البسيط بتاع الرأي ده، مش هياخد منك دقيقتين. مشاكلك فين؟ نناقش ايه الجاي، لان انا بختار من الموضوعات دي الموضوع اللي احنا بنلتقي عليه. اشوفكم على خير وبشكركم دائما ودائما. يعني مرحب بيكم في اي وقت واي وقت. شكرا جزيلا على حضوركم وعلى صبركم علي. شكرا. سلام عليكم.